عميل عدى عليا امبارح وقال لي انا عايز خلطه اللي بالي بالك. مسكتها وكلفت الخلطه 3000 درهم. بعد ما كلفت الخلطه 3000 درهم عدى يوم واحد وجالي اليوم اللي بعديه قال لي انا عايز ارجع الخلطه. خلطه ايه يا عم اللي ترجع؟ قال لي انا عايز ارجع الخلطه. ليه يا عم الخلطه ترجع؟ قال لي الخلطه بتاعت لك ولا اي حاجه، ولا بالي بالك ولا مش اللي بالي بالك ولا اي حاجه. مسكت وقلت له الكلام ده مستحيل. قال لي هو ده اللي حصل. قلت له مفيش خالص. قال لي مفيش خالص. لما سالت السؤال دوت انت خدت بمعلقه خشب او بلاستيك؟ قال لي اه. خدت الجرعه اللي انا قلت لك عليها؟ قال لي اه. جسمك فيه كيمياء؟ قال لي يعني ايه كيمياء؟ قلت له يعني انت بتاخد حاجات للي بالي بالك بس كيمياء. قام رادد عليا قال لي اه. هل معنى كده ان الخلطه مش شغاله؟ قلت له طبيعي الخلطه مش لازم تشتغل. قال لي ليه؟ قلت له انت جسمك متعود على كيمياء وحاجه معينه وبقالك فتره من الزمن ماشي على الموضوع دوت. هتحل الموضوع ده ازاي؟ انت مش عايز الخلطه؟ هات الخلطه اهي. قمت مطوعها قدامه. الطبيعي والمنطقي ان انا استنى فتره على بال ما الجسم يتخلص من السموم والمشاكل اللي سببتها الكيمياء، على بال ما الجسم يرجع لطبيعته. في الحاله دي ببدا اديله حاجات طبيعيه عشان تبدا تشتغل معاه بصوره بسيطه الاول، وبعد كده بنطلع تدريجيا مع بعض. يبقى اذا كده اي حد بيستخدم كيمياء، اي حد بيستخدم حاجات من اللي بالي بالك بس فيها الخلطه مش هتجيب نتيجه معاه. ما تنساش تعمل متابعه لو الفيديو عجبك. يومك جميل. لايك وشير. سلام.